في خبر عاجل ومؤسف الآن، وفاة التيك توكر سلمى مرات تيبو بعد صراع مؤلم مع المرض. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت بخبر مؤسف جدا، حيث رحلت عن عالمنا مساء الأحد التيك توكر سلمى المعروفة باسم سلمى مرات تيبو بعد معاناة طويلة ومؤلمة مع المرض. سلمى كانت واحدة من أبرز الوجوه المحبوبة على تطبيق تيك توك، وتوفيت تاركة خلفها حالة من الحزن العميق بين جمهورها وعائلتها. سلمى كانت أجرت عملية تحويل مسار في محاولة منها لتحسين حالتها الصحية، وهي عملية جراحية تستخدم لعلاج السمنة المفرطة، لكن للأسف لم تمر العملية بسلام، حيث تعرضت لمضاعفات خطيرة أدت لتدهور مستمر في حالتها الصحية. وفي الأشهر الأخيرة كانت تظهر في عدة فيديوهات من داخل المستشفى بمشاركة زوجها التيك توكر المعروف تيبو، اللي كان بيرافقها طوال رحلة علاجها ويطلب من جمهورها الدعاء لها. خبر وفاتها انتشر بسرعة كبيرة خلال الساعات اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معاه الآلاف من المتابعين اللي عبروا عن حزنهم العميق ودعواتهم لها بالرحمة. سلمى لم تكن مجرد صانعة محتوى، بل كانت مصدر إلهام للكثيرين بعد شجاعتها في مواجهة المرض وروحها المرحة التي لم تختفي حتى في أحلك اللحظات. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها محبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.